السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعينا على قناة على اليوتيوب إبداعات ندى. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله هقدم لكم نوع حلويات جديد، هو البغاشة المصرية. جميلة جدا وحلوة جدا، ممكن تعمليها في رمضان. إن شاء الله الوصفة بسيطة جدا، بس قبل ما أبدأ الوصفة معايا حابة أقول لكم على قناة جميلة جدا هتستفادوا منها. وبصراحة أنا ما بدعمش أي قناة أو بقول لكم على أي قناة تتابعوها إلا إذا كانت قناة ثقة وهتستفيدوا منها أكيد، يعني عشان ما تضيعوش وقتكم. القناة اللي أنا بقول لكم عليها النهاردة هي قناة قصاقيس، قناة جميلة بمعنى الكلمة، لصاحبتها طبعا ما شاء الله عليها إنسانة محترمة جدا وخلوقة جدا، وكل فيديوهاتها جميلة ونافعة ومفيدة. هي بتقدم لنا أفكار جديدة وحاجات جميلة وأنشطة للأطفال، وفيها كمان أعمال يدوية، وفيها حاجات برضو فيديوهات خاصة بالبيت. وعندها الفيديو الشهير، فيديو طريقة عمل الصلصال اللي معدي 2 مليون مشاهدة في وقت قياسي. قناة جميلة جدا هتعجبكم قوي، أتمنى تتابعوها وتدخلوا وتعملوا عليها اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تتابعوا كل فيديوهاتها الجديدة. هي كانت منقطعة عن القناة الفترة اللي فاتت دي لظروف خاصة بيها، وإن شاء الله رجعت لنا تاني من جديد تنور اليوتيوب. عايزاكم بقى تشجعوها وتدعموها وتدخلوا تكتبوا لها كومنتات وتشتركوا على قناتها. ويلا بقى بسرعة نرجع لوصفتنا ونشوف هنعمل فيها ايه. شوف المقادير معانا ايه. المقادير بسيطة جدا. معايا نص كيلو طحين او دقيق، ومعايا صفار بيضة، ومعايا ذرة ملح، ومعايا معلقة صغيرة فانيلا، ومعايا معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعايا معلقة كبيرة سكر، ومعايا مية عادية خالص، ومعايا حوالي 125 جرام زبدة سايحة. وبحتاج نشا. النشا بستخدمها في الفرد او ما اجي اورق العجينة او بفردها بالنشا. وبحتاج عندي العسل. عارفين العسل طبعا، او الشيرب او الشربات التقيل، انا عملته في فيديو معاكم قبل كده وهسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو في صندوق الوصف. هو سهل جدا وطريقته بسيطه جدا، هسيب لكم اللينك بتاعه لو عايزين تشوفوه. ولو الناس اللي ما بتعرفش توصل لصندوق الوصف تكتب لي بس في الكومنت وانا احط لها الرابط بتاعه في الكومنت ان شاء الله. هنبدا بقى الوصفه بتاعتنا. بجيب عندي الدقيق اهو، نص كيلو دقيق، وهحط كل المكونات الجافه عليه. هحط معلقه كبيره سكر، وهحط معلقه البيكنج باودر، وهحط الفانيلا، وهحط ذره الملح. هحط ده كله واقلبه كويس جدا اهو مع بعضه بالشكل ده. وبعدين هحط معايا الصفار البيض، وهحط عندي الزبدة اللي انا مسيحاها 125 جرام اهو، وهقلبهم كويس جدا مع بعض كده. هفضل اقلبهم لحد ما الزبدة كلها تدخل في العجين معايا، وبعدين هبتدي اكملها بالمية عشان تلم معايا وتكون معايا عجينة طرية جدا. انا هعجنها كويس ونشوف هنكمل الوصفة ازاي. زي ما انتم شايفين انا كده قلبت خليط كويس جدا لحد ما الزبده دخلت في العجين في الطحين حلو جدا. كل الدقيق اهوت امتص الزبده اللي عندي والمكونات كلها امتزجت. هبتدي بقى ايه، احط ميه شويه بشويه عشان اعجنها. الناس اللي بتحب ميه الزهر ممكن تزود، تخلي 3/4 كوبايه ميه عاديه وربع كوبايه ميه زهر، ده حسب الرغبه يعني. وهنعجنها بقى معايا لحد ما تكون لي عجينه طريه وتتلم معايا وتبقى كوره. انا هعجنها كويس واخليها تجمع معايا عجينه وارجع لكم. رجعت لكم تاني هنا بعد العجينه ما عجنتها ولمت معايا وبقت عجينه طريه. هي كنت ماسكه اهي، خدت معايا كوبايه وشويه، يعني دي الكوبايه التانيه. هنعمل فيها ايه بقى؟ هنيجي بالبلاستيك فيلم اللي عندنا ده ونسيب العجينه ترتاح ساعه، وبعدين نرجع نشتغل فيها تاني. انا هسيبها ترتاح دلوقتي ساعه، مش اقل من ساعه. وممكن تغطيها بكيس بلاستيك لو ما عندكيش الورق النايلون ده، غطيها بكيس بلاستيك مفيش مشكله عادي خالص كده. نسيبها بقى كده ساعه ونرجع تاني عشان نشتغل فيها ان شاء الله ونشوف هنكمل وصفتنا ازاي. هنا العجينه بعد ما استريحت معايا ساعه
اهي هفردها بقى معايا. بس اهم حاجه عندي في الفرد لازم استخدم النشا، هو ده اللي هيخلي لي العجينه تطلع مورقه معايا وجميله. فلازم النشا بزياده كمان. هحط تحت كده نشا اهو، واحط برضو عليها من فوق نشا، وهبتدي افردها معايا. طبعا بفردها برققها خالص على قد ما اقدر، انا عايزاها رقيقه خالص اهو. هي العجينه كمان ما شاء الله بتتفرد معايا حلو جدا زي ما انتم شايفين اهو. كده بقيت عندي مفروضه اهي. هنتنيها بقى وهنلمها بالشكل ده كده اهو. بس هحط برضو نشا هنا كتير تاني، ما تخافوش من النشا الكتير ده مهم جدا. وهاجي هنا اشيل الطرف ده احطه كده برضو، هجيب بقى هنا برضو نشا كده اهو عشان العجينه تطلع معايا زي ما قلت ايه ورقه. اهي انا بقى ايه هسيبها بقى ترتاح كمان 5 دقايق كده. هغطيها بنفس البلاستيك كده اللي كنت مغطياها بيه، هسيبها 5 دقايق. هرجع افردها تاني بقى الفردة الأخيرة ونشكلها بقى ونشوف هنشكلها ازاي. هنا العجينة عندي بعد ما ارتاحت بالشكل ده، شايفين بقى ارتاحت معايا، تتفرد معايا بقى كده بسهولة. كده زي ما احنا شايفين انا فردتها معايا، شايفين هتوريها لكم بس شايفين انا رقيقة خالص، برققها بقى خالص. وبعدين بقطعها، بجيب عندي بقى القطاعة دي زي دي واقطعها بقى زي ما انا عايزة. ممكن نقطعها بقى مربعات، ممكن مثلثات، الشكل بقى اللي تفضليه. يعني هنا مثلا ممكن نقطع دي مربعات كده عادي. كده مثلا اقطعها بشكل مربعات. ممكن انا عندي دي اقطعها بقى ايه بشكل مثلثات بالشكل ده كده. اهي دي بالشكل مثلثات بالشكل ده كده. ممكن بقى مربعات، مثلثات، ممكن تعملها دواير زي ما انت عايزه بقى. طبعا قلنا عملناها قبل كده شكل الفلوكات، بس البغاشة عندنا المصرية بتبقى بالشكل ده اكتر من الشكل التاني. دلوقتي بقى احط الزيت على النار عشان اقليها، ونشوف بعد ما نقليها بقى هنحطها في العسل بتاعنا الجاهز. ويلا بينا نقليها دلوقتي. احنا بقى ولعت على الزيت، زيت غزير، وبولع عليه على نار حاميه، يعني على نار عاليه يسخن قوي، وبعدين اخليه ايه نار متوسطه. الزيت يسخن معانا بقى ونبتدي ننزل فيها البغاشة.
حابه اقول لكم بس على ما الزيت يسخن. هنا العسل اللي عندي او السيرب او الشيره او الشربات عباره عن ايه؟ سيرب تقيل زي بتاع الكنافه كده وبلح الشام والقطايف. عملته ازاي؟ عملت كوبايتين ميه، كوبايتين سكر يعني وكوبايه ميه ونص ليمونه، وبيفضل لحد ما يبقى قوامه تقيل، واعرف ازاي انه كده مظبوط خفيف ولا تقيله واظبطه ازاي. انا عملته معاكم برده على القناه، وسيسيب لكم الرابط يعني بتاع الفيديو بتاع السكر بتاع العسل او الشربات موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو، لو انتوا عايزين تشوفوه هتلاقوه ان شاء الله. هنا بقى الزيت عندي ابتدى يسخن اهوت، هبتدي انزل فيه بقى الايه البغاشه بتاعتي. شايفين مجرد ما حطيتها في الزيت بتبتدي بقى ايه تنشف عندي، وهتطلع بقى مورقه وجميله قوي وهشه من جوه. وده كله بسبب ايه؟ بسبب النشا اللي انا حطيته فيه، اللي انا فرقته فيه. مش معايا خالص اهي كده، عامله بقى زي الايه، زي الباف باستي كده، او اللي هي النقاط الهشه، او زي الجلاش. جميله قوي. تاخد بقى عند اللون الذهبي الجميل، طلعها على طول على السكر التقيل او العسل التقيل اللي عندي اهو. شايفين اهو لون القطايف كده ولون السمبوسه اهو، حلوه قوي كده. اللون عندي كفايه كده. طلعه بقى عندي، هطلعه زي ما قلنا على العسل التقيل اهو. طيب هنا بعد ما طلعتها بقى على العسل التقيل هعمل ايه؟ شايفين هقلبها كده كويس في العسل، وهطلعها في مصفى تتصفى عشان تنزل لي كل العسل الزياده اللي هو فيها ده، وبعدين نقدمها وتبقى جاهزه عندي. عشان ما اطولش عليكم الفيديو هقلب بقيه الكميه واحطه في العسل واطلعه يتصفى ونشوف هنقدمه بقى. وبكده البغاشه بتاعتي جاهزه جميله شكلها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ لونها ذهبي ومقرمشه بقى ومن جوه هشه وجميله روعه. ما خدتش اي وقت مننا، خلصت بسرعه جدا ومش مكلفه، وممكن نعملها للولاد يعني ما كملتش نص ساعه، يعني بتجهز بسرعه قوي، وحاجه بقى جميله هتعجبهم ان شاء الله. ممكن بقى تحوش على وشهم جوز هند مبشور، ممكن ترش عليهم سمسم زي ما انت عايزه بقى. حقيقة شخصيه ممكن تسيبيها ساده، يعني ممكن تسيبيها زي ما هي كده برضو، ما عنديش مشكله اهو. بس كده البغاشه عندي سهله وجميله، وممكن نعملها في رمضان بقى. كل عام وانتم بخير. برضو شيك جدا لو عملناها، وخفيفه وحلوه هتعجبكم قوي. اتمنى تطبقوها بقى وتقولوا لي رايكم. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب ان شاء الله، واي كومنت بقى لو في اي كومنت اكتبوا لي في الكومنتات. واشوفكم في فيديو تاني وفكره جديده على قناه ابداعات ندى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.